السلام عليكم. لو قلت لك إن جوه جهازك في حتة حديد بتنفذ مليارات الأوامر في الثانية من غير ما تفهم أي حاجة خالص هتصدقني؟ طب السؤال الأكبر، إزاي البروسيسور بيعرف بيعمل إيه بالظبط؟ مين بيقول له يفتح صورة أو يشغل لعبة أو يجمع رقمين؟ فاكر لما قلت لك في الحلقة اللي فاتت إن كل حاجة في الكمبيوتر عبارة عن صفر وواحد؟ طيب الصفر والواحد دي مش بس بيانات، في نوع تاني منهم اسمه أوامر. يعني إيه أمر أصلًا؟ الأمر ببساطة هو تعليمات بسيطة جدًا، زي مثلًا اجمع الرقمين دول، حُط النتيجة دي هنا، روح المكان ده، أوامر صغيرة جدًا بس متكررة بسرعة مرعبة. تخيل إن عندك دفتر مكتوب فيه أرقام، بعض الأرقام دي معناها اعمل عملية حسابية، وبعض الأرقام دي معناها هات بيانات. البروسيسور بيقرا رقم ويتصرف على أساسه. طب البروسيسور بيقرا منين أصلًا؟ بيقرا من مكان اسمه الذاكرة. الذاكرة دي فيها بيانات زي الصور وأوامر زي التعليمات، والبروسيسور بيمشي خطوة بخطوة، يقرا ينفذ يتنقل للي بعده في أجزاء من الثانية. نقطة مهمة جدا، البروسيسور مش ذكي، هو بس سريع. هو ما بيفهمش إن ده فيديو، هو بينفذ أوامر متخزنة. بس لما ملايين الأوامر تتنفذ ورا بعض نلاقي قدامنا لعبة شغالة أو فيديو. تخيل كده إن أنت عندك روبوت، الروبوت ده ما عندوش عقل، بس أنت مدّي له قايمة تعليمات شغّال عليها، يعمل إيه في الخطوة رقم 1 ويعمل إيه في الخطوة رقم 2 ويعمل إيه في الخطوة رقم 3. هو بس بينفّذ، ده بالضبط اللي بيعمله البروسيسور. طيب هو البروسيسور ده بينفّذ الأوامر دي فين؟ وجوّه منّه في إيه بيخلّيه سريع كده؟ هو حتّة واحدة والّا حِتَت كتير؟ الحلقة الجاية هندخل جوّه البروسيسور نفسه، وخلّيك معايا وما تنساش تعمل subscribe.